من غير علم، من غير انضباط. عمر الدول ما بقت دول، بقت خراب بس. ده كلام انا بقوله لينا كلنا لازم تعرفوه. مثال، هو كل الدنيا بيقولوا ايه؟ كنت بقول الكلام ده، بيقولوا ايه الدول اللي ممكن يتعمل فيها استثمارات في الشرق الاوسط؟ قالوا مصر. قالوا ده الاستقرار. فالناس اللي هي بتدرس كويس قوي قال عندهم جيش قادر على فرض الاستقرار. انا بكلمكم صحيح. قالوا ايه؟ اعملوا استثمارات في البلد دي. طب في دول تانية ما فيش فيها اي اشكاليات امنيه. قالوا بس لما نيجي ندي الدرجه لمين؟ لمصر. ليه؟ لان احنا لديها جيش يستطيع فرض الايه؟ الاستقرار. وبالتالي اللي هيعمل يحط فلوس عشان يبني مصانع ويعمل استثمارات هو آمن على هذه الاستثمارات. ارجع تاني، اتحطت النقطتين دول وتم التنظير ليهم. التنظير لفكرة ان هدم الدولة وبناء دولة جديدة. وانت رايح لها اللي هيتهد ما يرجعش. ده موضوع لازم تكونوا عارفينه. واللي نظر ليه عايز يهدها. اللي نظر ليه وعلم ده لأولادنا اللي هم أبرياء أنقياء. أنا بتكلم، لكن هم متقالوا إن النجاح كده. أنت لازم تدرس 50 سنة عشان تعرف يعني إيه دولة. الدولة دي قصة كبيرة جدا. عقبال ما المؤسسة بترتكز وتقوم كده. أي مؤسسة، هو القضاء المصري ده لو تهدي ياخد وقت قد إيه عشان ترجعه؟ الشرطة دي لو تهدي تاخد وقت قد إيه؟ ده إحنا قعدنا 3-4 سنين. ولولا إن اتعمل برنامج إعادة صياغة العلاقة بين الشعب والمؤسسات، اتعملت بفضل من الله قبل ما يكون حاجة تانية، عشان العلاقة بين الجيش والشعب، ومن خلالها العلاقة بين الشعب والشرطة تعود مرة تانية. أرجو إن الموضوع ده تبقى واضحة. المواضيع مش ماشية كده. أنا بقول كده للناس اللي موجودة هنا لأن أنتم محتاجين برضو تحسوا وتعرفوا قد إيه ربنا وفقنا في مصر. فارجع بقى مرة تانية، محتاجين تاني ان احنا تبقى رسالتنا واضحة للناس اللي هنا. طب رسالتنا بس وكفاية؟ لا. يا ترى سلوكياتنا هتبقى عاملة ازاي؟ لازم اعترف ان احنا في احسن حالاتنا بين مصر وبين اهلها اللي موجودين في الخارج. مفيش كلام. احسن حالاتنا. ممكن نبني على النجاح اللي موجود ده مزيد من النجاح. وانا مش هقول سر ولا حاجه. احنا بنتحرك في اتجاه ان احنا نرجع مره تانية الوزاره اللي ممكن تبقى همزه وصل بين المصريين وبين طب انا عايز اقول لك على حاجه بس. طب انا هقول لك، انا عمري ما سمعت اللي انت بتقول عليه ده. صحيح. من فضلكم ما تعيشوش حاجه مش موجوده. اسمعوا كلامي. انا والله اول مره اسمع اللي انت بتقول عليه ده. انا بحلف بالله ما يجراش حاجه. ما يجراش حاجه. يعني واحد مش هيعبر عن مصر كلها. خلي بالك. خلونا نرجع بس تاني. فاحنا ان شاء الله نستعيد الموضوع ده. حاجه تانية برضو بقولها بدل احنا قاعدين مع بعض عشانكم. احنا برضو كنا قلنا عايزين نعمل كيان للمشروعات الصغيره والمتوسطه. احنا برضو الحقيقه مش كده. فاحنا نعمل وزاره برضو للمشروعات الصغيره والمتوسطه بدل ما تبقى ما هو بس انا عايز اقول لكم على حاجه في النقطه ديت. الموضوعين اللي انا بكلمكم فيهم دول، لان احنا حسينا ان في قصور حقيقي، وان المظلات اللي معموله متعدده جدا تناقش وتتعامل مع المشروعات الصغيره والمتوسطه. إذا تابعنا مشاهدينا